بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا بكم ومرحبا بكم. ليس في أول برنامج، ولكن أول برنامج ربما باللغة العربية، لكثرة المطالبة من كثير من الناس، ولكن خاصة أخت الفاضلة وأخت الكريمة فاطمة سليمان من مصر. أحييك من هذه المنصة، وأشكرك جدا على تشجيعك وعلى اهتمامك وعلى طلبك أن الدروس التجرينية كلها يجب أن تكون باللغة العربية أيضا. وإن شاء الله يعني أنا حابة يكون لي برنامج بكل اللغات اللي أعرفها، يعني اللغة العربية والتجرينية والأمحرية والسويدية. لكن أنا أخذتني اللغة التجرينية كثيرا بحكم أنني السنوات الأخيرة هذه 7 سنوات استعملت اللغة التجرينية بس في الدعوة، فهي غلبت على كل اللغات اللي أنا أحبها. أساسا أنا أحب اللغة العربية أكثر من أي اللغات. لكن بارك الله فيك وجزاك الله خير. فسيكون لدينا اليوم برنامج ربما نصف ساعة إن شاء الله تعالى عن موضوع أعداء النجاح، وتكلمنا فيها باللغة التجرينية. وأيضا عتبوا علي أهل الأمحرية أيضا، فطالبين أن يكون لي دروس نفس الدروس كمان عاوزين باللغة الأمحرية. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن هناك في متابعين بكل اللغات. اللغة السويدية أيضا أنا فعلت كم درس، 3 أو 4 دروس موجودة في اليوتيوب كمان. بس أيضا في مطالبين كثيرين من الأمهات خاصة عن الدروس باللغة السويدية، وخاصة للشباب الذين يحتاجون إلى هذه الدروس. فإن شاء الله نسأل الله، يعني أنا حتى الآن لم يبرمج وقتي أو يعني برنامجي بشكل جيد حتى أستطيع أن يكون مثلا عندي يوم بالعربي، يوم بالتجرينية، يوم أمحرية، يوم بالسويدي. إن شاء الله يعني سوف يأتي رويدا. وكمان لأنه الإنسان أنا يعني أعمل في عمل عادي، وأنا أشارك بهذه المشاركات في أوقات فراغي أو أوقات يعني الفري تايم تبعي، أو اللي أنا أو وقتي أنا، يعني وقت العمل أكون موجودة في العمل، لكن هذا وقتي أنا أستعمل في هذا. فإن شاء الله ربنا يبارك لنا، وأرجو من الله، أنا من زمان عندي أمنية إنه يكون عملي بالكامل، يعني 24 ساعة أو فول تايم في العمل الدعوي أو بالطريقة هذه. إن شاء الله ادعوا لي إنه الله سبحانه وتعالى يسهل لي ويوفقني، إنه أستطيع أن أكتفي ذاتيا بهذه بالتعليم عن البعد. وإن شاء الله يعني في محاولات أيضا في هذا المجال. طبعا الموضوع عن النجاح ناس كثيرين تكلموا عنه، يعني ليس جديد. هذه المادة ليس جديدة، وخاصة ربما على مجتمعاتنا نحن كمجتمع الحبشي الإثيوبي والإريتري قد تكون جديدة عليهم الكلام في هذه المواضيع. لكن بالنسبة للناطقين بالعربية واللغات الأخرى توجد يعني دروس كثيرة ومواضيع كثيرة في هذا المجال، وخاصة كيف يستثمر الإنسان طاقاته. يعني هي تدخل في الطاقات، يعني الإنسان استعمال الطاقات والقدرات. زي ما قلنا إن شاء الله ممكن نتكلم في كتاب ممتاز جدا، أنصحكم تقرأوه، كتاب هذا المؤلف الأمريكي اللي كتبه قدرات غير محدودة. فالإنسان لما يعرف قدراته يستطيع أن يستعملها في حياته، وبالتالي ينجح. طبعا كما قلت أيضا أنه النجاح قد يكون المفهوم النجاح لكثير من الناس يكون عنده مفاهيم كثيرة. يعني ممكن اللي أنت تعتبره نجاح ما أعتبره أنا، واللي أنا أعتبره نجاح أنت ما تعتبره نجاح، أو أنت ما تعتبري نجاح. معلش لأنه في هواء، بس حبيت أنا أكون في البلكونة، ما عاوزة أكون جوا. فبالتالي هذا يأخذنا إلى أنه ممكن يكون لدينا مفاهيم مختلفة عن النجاح. لكن
عموما أنه الإنسان الناجح الذي ينجح فيما يخططه في حياته، فيما يفعله من الأشياء، سواء كان العمل المفهوم الديني عامة، التوفيق في الدين والنجاح في الدين في إيمانه، والتوفيق في عمله، والتوفيق في العمل عموما، يعني في العمل الحياتية العامة اليومية الذي يجب أن يعمل فيها من أجل قوته، وكذلك الأعمال الأخرى التي الإنسان يعملها أن ينجح فيها. فكل إنسان طبعا مناه أو أمنيته في هذه الحياة أن ينجح. يعني الإنسان يفرح عندما ينجح. حتى الأطفال سبحان الله، أنا أعمل مع الأطفال كما تعلمون، عندما تدربهم على شيء يتدرب. يعني ابني سنة يأتي يحاول يعني يعمل شيء، مثلا لعبة، يحاول مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة، تقع منه، يحاول تقع منه مرة ثانية، وعندما يشعر أنه استطاع التمكن من هذه اللعبة أو من هذا العمل أو القدرة على شيء، مثلا أنه ما كان يعرف يمشي صار يمشي، ما كان يعرف يتكلم صار يتكلم، هذه الأشياء كلها تعطي فرحة كبيرة في الطفل سبحان الله. يعني يسعد بها جدا، يقول نعم أنا أستطيع، يعني بكل اللغات يقول أنا أستطيع. وهذا المفروض نحن نعلمهم أطفالنا، عندما يستطيعوا أن يعملوا شيء لا نقول له أنت شاطر وأنت كذا، لا ما شاء الله أنت تستطيع أن تعمل كذا. يعني يكون في تحفيظ على أنه أنت بإمكانك أن تعمل هكذا، أن تنجح في هذا الشيء، تحتاج فقط إلى المحاولة. فالنجاح في حد ذاته يحتاج إلى حديث طويل، لكن بما أنه نحن تكلمنا عن موضوع هؤلاء الناس من حولنا أعداء النجاح، الذين لا يفرحون لنجاح الآخرين، الذين لا يسعدون بسعادة الآخرين، الذين يحسدون، الذين يغارون، الذين يكيدون مكائد للناس، سواء كانت بالأفعال أو باللسان أو بطرق مختلفة، بشتى طرق مختلفة، من أجل أن يشعر أنه يعني شيء في نفس يعقوب، شيء في نفسه يعني بهذا السبب. فلذلك الناجح في أي مجتمع كان، أي مجتمع يجب أن يدفع ضريبة لهذا النجاح. وطبعا النجاح لا يأتي بين يوم وليلة، أو أن يأتي مثلا من فراغ بدون تعب، بدون هكذا يعني بدون شيء، يعني على طبق من ذهب أو من فضة، لا ما يأتي هكذا. يعني يجب حتى الإسلام سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن احنا نتوكل عليه، ثم يعني أيضا نبحث في الأرض. يعني لما جعلنا خليفة للأرض يعني من أجل عمارتها، من أجل أن نتعب، أن نكد، من أجل أن نفعل أشياء الله سبحانه وتعالى يحبها وتنفع الناس، ليس فقط يعني نفسك لكن تنفع الآخرين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، إنسان ينفع ناس، يعني ينفع بشتى طرق، يعني ينفعهم بالكلام الطيب، ينفعهم بالكلمة الطيبة. نحن عندنا الكلمة الطيبة صدقة في الإسلام، وينفعهم بالنصيحة، الدين النصيحة. يعني لو تشوف الإسلام كله جوانب حياتنا سبحان الله يعني بحر، وفي نفس الوقت يعني دائما يحفزك على أن تفعل الخير من أجل نفسك أنت، من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم أنه هذا العمل الخير، هذا العمل الناجح ينفعك أنت قبل أن ينفع الآخرين، ثم ينفع المجتمع، ثم يعني تجده أمامك يوم القيامة في صحيفة حسناتك، في ميزان حسناتك. فبالتالي يعني حتى عندما ترى شخص ناجح وتمدحه وتقول ما شاء الله عليك، الحمد لله وفقك الله، يعني أكمل، سدد الله خطاك، تدعو له ما شاء الله، حتى هذا الكلام تؤجر عليه، يعني حتى هذا الكلام نؤجر عليه. فلماذا نخسر نحن كمسلمين؟ يعني نحتاج إلى كل كلمة طيبة صدقة اللي جعل لنا لها الإسلام، نخسرها على الفاضي ليه؟ ليش يعني نعطي الشيطان مجال في حياتنا ونجعله يوسوس فيما بيننا، يعني وينشر الخبث والفساد والفتنة فيما بيننا؟ ليه؟ لأنه يعني عندما ينجح شخص معناته أنا نجحت، عندما ينجح أشخاص كثيرين في مجتمعاتنا نجحنا كلنا يعني.
لا ينجح الفرد لحاله، لأنه الإنسان يعيش معه في مجتمعه. فبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو أول مبادر للأعمال الخيرة، ولي أيضا يعني كان يكتشف الطاقات والمواهب والقدرات التي لم تكن فيها وحي من الله سبحانه وتعالى، لم تكن فيها أوامر من الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يستشيرهم في الحرب، يقول لهم يعني أنا أرى كذا، فالصحابة يسألوه يعني يا رسول الله هذا وحي أم هذا رأي؟ فيقول لهم لا هذا رأيي أنا. يقولوا له لا احنا عندنا رأي أفضل من رأيك معناته في هذا المجال، في هذا الخطوة، لأنه إذا كان وحي فهو أمر من الله سبحانه وتعالى، فلا يكون فوق كلام الله سبحانه وتعالى وفوق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أي أحد. أما إذا كان اجتهاد في الآراء وفي الأفعال، فكانوا يقولوا له يعني يشرح له أو يقدم له أفكارهم، فيتقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم بكل صدر رحب، وسبحان الله. فبالتالي يعني كان دائما الرسول صلى الله عليه وسلم يستقل كل القدرات، يعني كل الاختلافات الجنسية، الاختلافات اللغات، اختلاف الأعراق، كان يستعملها في كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يستعملها في كل شيء. يقول لهم يا بني فلان لا يؤتى من عندكم، يا بني علان لا يؤتى من عندكم. ليه؟ لأنه يعني الاختلافات الإنسانية التي توجد بيننا، اختلافات الأعراق واللسان والبلاد، يعني من جمال الحياة في هذه الدنيا. يعني تخيلوا لو كل الناس يعني نفس الكوبية، يعني نفس النسخة، يعني في كل مكان نفس الكلام، نفس الناس، نفس الشكل، نفس كذا، والله ممل يعني صراحة. يعني أعتقد أنه لا يطاق. لكن من جماليات الاختلافات الذي الله سبحانه وتعالى جعلها بيننا، يعني عندما يقول لنا يعني أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني وهذا هو الميزان الذي جعل لكل الناس ميزان التقوى في كل شيء، في التعامل. يعني حتى الإنسان لما يطلب النجاح، يعني لا يطلبها من أجل النجاح، من أجل الغرور، من أجل أن يرى نفسه أنه أحسن الناس، وأن الناس الآخرين هم تحته، وأنه أفضل وكذا. لا، يعني هو دائما يكون إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلذلك نحن دائما نربط كل حركاتنا، كل أقوالنا، كل أفعالنا بما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في القرآن، الذي هو دستورنا وشريعتنا وقانوننا ونبراسنا في الحياة ومذهبنا وهدانا والنور الذي نمشي من خلاله. لولا القرآن المسلم لا قيمة له، لولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم لا قيمة له. فبالتالي المؤمن الحق لا يمكن أن يحسد، لا يمكن أن يشعر يعني شعور الحسد لإخوانه مهما كان. يعني نحن يجوز لنا في الإسلام أن نشعر بالقبطة. أنا يعني أشعر بالقبطة من الناس الذين يحفظون القرآن عن ظهر قيب كله. هؤلاء الناس أنا يعني أشعر بالقبطة، يعني ليتني مثلهم. وهذا لا يمنع أنني أسعى، ما زلت أسعى وأتمنى وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني أن أحفظ القرآن كله، ولو كنت في بداية الطريق. لكن لا يمكن أن أحسد ناس آخرين يحفظون القرآن ويأتوا بالدليل هكذا من ذهنهم دون أن يبحثوا في كتاب مثلي أنا. فهذا يعني إنجاز كبير. أنا محتاجة لهذا الشيء مثلا، لكن أفرح لهم وأدعو الله لهم أن يوفقهم أيضا. ولذلك يعني يجب أن يكون لدينا مفهوم الصحيح للبحث عن النجاح. النجاح في حياتنا الدينية، في حياتنا العملية، في حياتنا الزوجية، في حياتنا مع أولادنا، في كل شيء. يعني نحن نطمح أيضا كما يطمح الناس كلها أن نكون ناجحين في أعمالنا، في مثلا إذا كان لدينا أعمال خاصة في التجارة أو في المبيع أو في أي شيء. يعني ما في شيء إسلام يعني ترك لنا مجال إلا بالعكس، يعني أن نوهنا له وقال لنا يعني اعقلها وتوكل.
يعني هذا الإسلام يدعو إلى أن الإنسان يبحث ويتعب ويكد وينجح. وحتى إذا جاءت يوم القيامة سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لو الآن قامت القيامة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يدك فصيلة، يعني في يدك، يعني في غرس عاوز تغرسها، أنت كنت في الطريق أنك تغرس هذه الغرسة، بس شفت يعني أنه العالم قاعد ينهد على راسك، يعني الأرض قاعد توقع والسماء قاعدة تقع، يعني ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في هذه اللحظة لا تترك هذه، اغرسها قال. يعني يدل على أنه نحن لازم أن نعمل إلى أن نموت، إلى أن تخرج روحنا من أجسادنا، نعمل ونكد ونتعب ونحاول ونفشل ثم نقوم ثم ننجح وهكذا. وإذا نجحنا ما يعجبنا هذا النجاح، يجب أن ننجح أكثر من ذلك. فلذلك هذا السعي الإنسان المسلم يؤجر عليه، هذا التعب، لأنه للمجتهد يعني لكل مجتهد نصيب قال، يعني إذا اجتهد إذا أصاب في اجتهاده كان له أجر، وإذا اجتهد ولم يصب في اجتهاده أيضا له أجر على التعب وعلى الكد وعلى أنه يجب أن يحاول. فيعني صراحة أنا يعجبني كثيرا أن أسمع لقاءات الناجحين أيا كان ناجح في أي مجال كان. انتم ربما تفكرون يعني انا استمع الى الناجحين فقط في الامور الدينيه او ناس شيوخ هكذا، لا، اي انسان ناجح، يعني انسان ناجح في المجال التربوي، في المجال البزنس، في المجال حتى في مجال الفن بعد الأحيان، عندما يتكلموا عن طريقهم في كفاحهم في الغناء أو في التمثيل أو في كذا، يعني أستغرب أنا سبحان الله هذا الكد، وفي أعمال ربما لا يقبلها الله سبحانه وتعالى منهم، لكنهم يتعبون يقومون الليل والنهار من أجل هذا النجاح. فأنت تتعلم منهم أن الإنسان فعلا يكد وينجح، لكن نحن كمؤمنين كمسلمين يجب أن نعمل عمل وأن نمشي طريق الله سبحانه وتعالى يرضاه ويقبله، حتى لا نخسر هذه الأعمال كلها. يعني إنسان مثلا طول حياته يعمل في عمل الله سبحانه وتعالى يقدر منه، يعني وإن كان يعني ممتاز وإن كان ذكي وإن كان شاطر وإن كان كذا، ماذا ينفعه يوم القيامة في قبره؟ فطبعا يعني وإن كنت تتعلم منهم طريقة العمل أو الكد، لكن تحزن عليهم أنهم عملوا 20 30 40 50 سنة في عمل أفسد ناس كثيرين مثلا، أو في عمل الله سبحانه وتعالى يغضب منه كثيرا، يعني ما الفائدة؟ فبالتالي يجب نحن أن نبحث عن النجاح، لأنه النجاح له متعة عجيبة جدا، متعة جميلة جدا. والإنسان الذي يحب النجاح لا ييأس، دائما يحاول حتى لو فشل في نجاحه. وطبعا كما تعلمون يعني أنا ممكن آتي بأمثلة كثيرة، أمثلة على نجاحات أناس كثيرين، لكن أحب يعني أن آتي بأمثلة من عندي دائما. يعني الناس يعني من الناس اللي تابعوني في الحلقة البارحة بالتقرينيا، يعني طالبوا مثلا على أن لا أذكر مثلا أشياء تخصني أو تخص عائلتي، أقول لهم هذه أمثلة الناس تستفيد منها، يعني ليس عيبا ولا حراما، يعني ولن يغضب أحد يعني من أجل، لأنه هذا شيء جزء من حياتي أنا يعني حرة في هذا التاريخ أو في هذا النقل الذي أنقله. الذي يعترض على هذا التاريخ هو أيضا يستطيع أن يخرج ويقول غير ذلك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. فأنا أرى أن الإنسان يشارك أيضا بنجاحاته وبفشله أيضا. أنا لا أذكر دائما النجاح، أيضا أذكر الفشل الذي مثلا مررت به، لأن الإنسان يتعلم أيضا من فشله. الفشل ليس دائما سيئا، يعني حقيقة يعني سبحان الله الآية التي تقول الله سبحانه وتعالى يقول لنا يعني عسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دائما نحن لازم نؤمن بأقدار الله سبحانه وتعالى وحكمته أن يضعنا في مكان ما وفي ظروف ما وفي بيئة ما وفي مجتمع ما. أنا من زمان يعني كنت أتمنى أن لا أكون من هذا المجتمع الذي أنا أنتمي إليه مثلا،
يعني المجتمع الحبشي عموما، سواء الإريتري أو الإثيوبي. أنا من إثيوبيا الأصل، لكن المجتمع الحبشي عموما هذا من زمان، يعني ليس من الآن، من زمان، لأنه يعني مجتمعاتنا مقارنة مع مجتمعات أخرى متقدمة، خاصة المجتمع العربي، متأخر جدا في أفكارنا وفي أسلوب حياتنا وفي لا أقول كل الناس، لا أقول كل الأوضاع، عشان لا يعني أظلم مجتمعاتنا. أيضا في خير كثير، لكن في نفس الوقت لا، في تأخر أيضا في أشياء كثيرة. فأنا من زمان يعني أولادي يقولوا لي، بما أنه أيضا إحنا تأثرنا، أنا دخلت عمري في السعودية 10 سنوات، وطبعا عشت في السعودية 10 سنين، وبعدين جيت على السويد كما تعلمون جميعا، وكثير من الناس الذين ربما يسمعوني لأول مرة بالعربية ما يعرفون. عشت في السويد يعني 35 سنة، وجيت شابة هنا على السويد، وتأثرت أيضا بالفكر السويدي. لكن في نفس الوقت يعني لما كنا في السعودية، التربية الذي تربيناه نحن في المدارس مثلا، كانوا مدرساتنا من كل الجنسيات، مصريات، سوريات، سعوديات، يعني كانوا كثير، ولكن كثير منهم أيضا كانوا مصريات. والمسلسلات والأفلام والأغاني وكل هذه لها تأثيرات. نحن لا نستطيع أن نقول أنا ما أثرت علي أغاني، أثرت علي أغاني، وكنت أسمع أغاني، وكنت أشوف مسلسلات، وكانت أمي يعني من الأشياء التي تكرهها هي المسلسلات. فأنا صغيرة جدا وشابة أحب أشوف مسلسلات، تقول هذه المسلسلات، وكانت تكره دراستي والمسلسلات. ليش؟ تقول لي هذه حتبعدك عن أشياء كثيرة، يعني عن اهتمام بالحياة الزوجية وبالزواج، لأنه أنا كنت من المعارضين بالزواج من صغري. فكانت هي ترى أنه هذا حيكون عائق لي في مسيرتي في الحياة. هذا نظرة أمي طبعا. فأنا يعني التأثير الكبير من الميديا المصرية التي كانت في كل البلاد العربية أثرت علي أنا كمان. فكنت أنا أحب الشعب المصري بشكل عجيب، وأحب مصر، يعني مصر أم الدنيا، وكنت أعرف تاريخ مصر أكثر مما أعرف تاريخ إثيوبيا أو تاريخ بلادنا الحبشة عموما، لأنه الإنسان يؤثر ويؤثر يعني. والمجتمع الذي أعيش فيه، مجتمعنا، التأثيرات اللي أثر علي كمان من ناحية اللغة، من ناحية كذا فيه. فكنت أنا دائما أقول لو أنا مصرية، لو أنا كنت مصرية. فأولادي كانوا يقولوا لي من كثر ما أنا أحكي لهم عن مصر. وكنت قبل ما أروح للأردن أيضا لدراسة الشريعة، في أيام الزلزال في مصر سنة 90، ذهبت مع 2 أطفالي على مصر عشان أدرس في الأزهر، أدرس الشريعة. لكن مع الأسف استقبلوني بحيث أنه بما أنه لو لما يجوا ناس مثلا مسلمين أو أوروبيين يقدموا لهم كل المساعدات، مع الأسف في كل البلاد العربية، بس بما أنه أنا من دول أفريقيا ليس بهذاك الحماس الذي يستقبلوك مع الأسف. فقبلوني على الدراسة، بس طلبوا مني أني أنا يعني في هذاك العمر، يمكن كان عمري 26 سنة كذا، لا أقل من 26، لأنه كان عندي 26 سنة عمري، كان عندي 4 أطفال، كان عندي سنة بنتي 2.5 سنة إشي، وابني صغار 2 هم. فعاوزين إني أنا أدرس في الأزهر مع أطفال صغار، يعني عمري كان 20 أو 22 23 سنة بغض النظر. فأقول أنا كيف يعني أنا في هذا العمر أقعد مع أطفال صغار لسه في الابتدائية أو في المتوسطة؟ يعني المفروض أنتم تراعوا الوضعي. أنا أعرف اللغة العربية بس حابة أدرس الشريعة، لأنه إحنا محتاجين في السويد وكذا. لكن ما تعاونوا في هذا الوقت. لكن قدر الله ما شاء فعل، إنه يأتي الزلزال. أتى الزلزال، وكنت أنا موجودة أثناء الزلزال، وكنت أسكن في مدينة ناصر. ثم سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، إنه أمي الله يرحمها هنا مرضت، يعني مرضا شديدا اللي هو مرض خطير. فاضطريت أترك كل شيء وأرجع للسويد عشان أكون بجانبها. هذا يعني ما اختاره الله لي، إنه مصر يعني رغم محبتي لمصر ولأهل مصر، وما زال يعني حتى الآن أي مصري أقول له ألاقيهم، يعني أقول له أنا أحب جدا
الشعب المصري، مع أنه إحنا الآن عندنا الشعب المصري والشعب الإثيوبي خلافات كبيرة الآن بسبب السد وبسبب الماء. الله يعني يفرجنا ويحل الموضوع سلميا، أسأل الله سبحانه وتعالى، والمشاكل من كل مكان. فرجعت يعني. فهذا الخطوة وإن فشلت يعني في وقتها استفدت منها، تعلمت منها، لكن فيما بعد لما سافرت على الأردن الله سبحانه وتعالى يعني سخر لي وسهل لي إنه وفقت إنه أسافر فيها وأعيش فيها 4 سنين من أجمل الأيام اللي عشتها في الأردن. يعني أحيي أيضا الشعب الأردني والشعب الفلسطيني اللي أنا عاشرتهم في الجامعة، سواء كانوا مدرسيني، سواء كانوا صديقاتي في جمعية تحفيظ القرآن، سواء كانوا الأخت اللي أعطتني إجازة القرآن علمتني، والشيوخ والدكاترة وكلهم يعني جزاهم الله عني خيرا. مفروض يعني نحن دائما نذكر أهل الخير وأهل الفضل في حياتنا وندعو لهم أيضا، من أولهم كلهم جميعا يعني بدون استثناء. فكانت رحلة جميلة جدا، يعني حسستني إن أنا جزء من المجتمع، وأيضا كانوا يهتموا بالغرباء يعني ودائما يثنوا علي على إنه أن عربيتي كويسة جدا. يعني بعد اللكنة يسمعوا إنه مش أردنية أو مش فلسطينية أو مش عربية يعني. وأيضا من التجارب اللي كنت أمر فيها هنا كانوا يسألوني يعني يقولوا لي متى أسلمتي؟ أنا أزعل جدا، كيف متى أسلمتي؟ أنا مسلمة جدا عن أب. أنتم ما تعرفوا إنه الإسلام لما جاء أول ما جاء عندنا عند الحبشة، يعني أول هجرة وثاني هجرة كان عندنا في الحبشة. يعني أنتم أسلمتوا بعدنا يعني. فيعني المعلومات اللي كانت عندهم ليست كما كانت معلومات عندي أنا، يعني عموما عن العالم الإسلامي وعن العالم العربي عندي خلفية أكثر مما كانت عندهم. فيقولوا لي أنت حتى اسمك مثل اسمنا، يعني توقعوا أني أنا اسمي يكون غير يعني غير سعاد، وأولادي يكون أساميهم غير. فسبحان الله هذه التجارب من التجارب الناجحة، وتجارب فيها صعوبات وفيها يعني كل ما الإنسان يتوقعه. لكن لما سافرت من السويد أتذكر هذول أعداء النجاح، قررت إني أنا أسافر من أجل إني أنا أتعلم الشريعة، لأنه محتاجين في الدعوة هنا خاصة المرأة. وأنا كان عندي أسئلة كثيرة أطرحها في موضوع المرأة، ربما سمعتوني قبل كده. أيضا كنت بحاجة أني أنا بنفسي أقرأها وأعرفها، يعني هل هو الإسلام يتعامل مع المرأة بالطريقة هذه اللي أنا أخذتها من العادات والتقاليد الذي لا أقبلها، ولا هو الخلل فين يعني. فلازم العلم نور، لأنه عندما يتعلم الإنسان يعرف وين الخلل، وين إيش الشرع يقول في هذا المجال وهكذا. فكان هذا من هذا الباب. وأيضا أنه بما أن اللغة العربية يعني نوعا ما أنا التي كنت بس أتقنها في عائلتي، أبو أولادي لا يعرف اللغة العربية، يعلم فقط اللغة التجرينية، وأولادي كانوا يتقنون اللغة السويدية ولا يعرفون اللغة العربية. فكنت أحزن جدا، لأنه يعني أنا أرى أنه من أهم الأشياء للمؤمن أن يتعلمها هي اللغة العربية. ليست اللغة العربية فقط، لأنه اللغة العربية يعني كانوا أنا من ضمن الناس اللي في عائلتي كانوا يقولوا لنا أنتوا عاوزين تكونوا عرب. لا، نحن مش عرب، إحنا أفارقة، وإحنا عارفين شو اسمه هويتنا جيدا، لكن لا يمنع أن احنا نتعلم اللغة العربية، لأنه هي هويتنا. أيضا هويتنا الإسلامية نعرفها عن طريق اللغة العربية، لأنه هي لغة القرآن، لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، لغة السنة النبوية. فلذلك يعني ليه يكون دائما بالترجمة؟ يعني يختلف تماما. أنت لما تعرف اللغة العربية تقرأها، القرآن تقرأه يعني بلغته الأصلية، ليس نفس الشيء مثل ما تقرأه بالترجمة. يعني زي كيف فرق السماء والأرض. أنا أعرف اللغة العربية بالعربية أقرأها، وبعد ذلك أنا أقرأها بالسويدية. يعني أنا يعني تزعجني حتى باللغة السويدية، لأنه وإن كنت متمكنة باللغة السويدية لكن مش نفس الشيء، لكن جيد يعني تعطي معنى. وممكن أقرأها باللغة الأمحرية، القرآن المترجمة. التجرينية ما عندنا كثير، بعد الأجزاء تكون موجودة. يعني نسأل الله إنه المتمكنين يكونوا يترجموا كل القرآن باللغة التجرينية. فبالتالي يعني هذا النجاح يحتاج إلى كد
وإلى معاناة كثيرة جدا. فلما يعني حزنت على أنه كيف ما أولادي ما يعرفوا اللغة العربية، فقررت أني أخذهم كلهم الأربعة ونسافر للأردن ونترك معيشة السويد كليا. يعني أنا يعني حتى تمسحنا من التسجيل السجل اللي هنا موجود، يعني احنا ما عايشين في السويد. كثير من الناس كانوا يقولوا لي انه ليش سجليهم وبعدين تعالي كل 6 شهور واخذي المعونات وكذا. انا قلت لا، لن افعل هذا. انا عاوزه ادرس الشريعه يعني، والمجتمع يعني لن اخدعه، والمجتمع يعني ما قصر معايا في تعليمي. انا حتى اخذت الاكاديمي تبع التربيه في السويد اللي خلصتها قبل ما أسافر على الأردن، ويعني عاونني على تربية أولادي. ويعني لن أكون أنا يعني أخدع المجتمع بأي شيء يعني مالي، حتى لو أنه أحتاج أن أخسر، لأنه ناس كثيرين كانوا يفعلوا هكذا، يسافروا يأتوا يعني وين كان يحق لك قانونيا، لكن أنا ما حبيت أعمل هكذا. فسافرت والسجل تبعي هنا ممحي إنه أنا ما عايشة في السويد، وأجرت بيتي لأخي الله يرحمه ويحسن إليه. فهو كان يعني بمعنى تأجير عادي، إنه هو كان يدفع الأجار تبعي أنا وكان عايش فيه، فما أحتاج. فهكذا يعني. وكانت تجربة يعني حقيقة لو أتكلم عنها والله ما أنتهي، يعني تجربة ممتعة جدا. المجتمع اللي حسسني إني أنا جزء منه، يعني مع إن أنا عشت في السويد 35 سنة، لكن ال4 سنوات اللي عشتها في الأردن دائما أذكر لهم بالخير، دائما يعني ذكريات جميلة جدا مع أخوات في الله تعرفت عليهم، وما زال عندي هذه العلاقة بهم. فيعني أي تجربة الإنسان يحاول يعملها يكسب منها كثيرا. فبالتالي النجاح لا يأتي هكذا على طبق من ذهب، تخسر مال، تخسر ناس. فكانوا هؤلاء الناس من حولي كانوا يقولون لي إذا ما نجحتي ارجعي بسرعة. يعني أنا أذكر شخص هكذا قال لي، يعني إذا ما وفقتي في الدراسة ارجعي. يعني أنا استغربت كيف شخص أنا شايفني تاركة بيتي، تاركة يعني حتى أبو أولادي كان عايش هنا، وأنا بس على أساس هو يشتغل أو يبعث لنا المؤونة ويأتي بين الحين وبين الفين والحين يأتي يزور الأولاد ويزورنا ويجي. يعني احنا افترقنا في هذه الفترة من أجل هذا العمل، وكان مؤيد يعني وجزاه الله خيرا يعني. فالشخص يقول لك يعني بدل أن يقول لك وفقك الله، يعني الله يسهل أمرك، يعني نحن موجودين يعني مستعدين نساعدك إذا محتاجة، يعني حتى لو ما ساعدك، يعني مجرد كلمة طيبة، الكلمة الطيبة الصدقة. بس أنا ما زلت أذكر هذه الكلمة من هذا الشخص، ما أنسى، لم أنساه. يعني أنا ما ماني حقد عليه، بس أتذكر لأنه هي جزء من التجربة من حياتي. يعني مين كان مؤيدني، مين كان بجانبي، مين من الناس يعني قالوا لي نحن يعني نؤمن بتعبك هذا، نؤمن بك وأنك ستفعلي هكذا، يعني سوف تنجح في هذا الموضوع، وأنه يعني مهمين، لأنه الناس في حياتك مهمة جدا، يا إما يعني ترفعك لفوق وإما ممكن تحطمك. وطبعا الإنسان الناجح يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا في كل شيء، لأنه لما جاء للدعوة مش أمر هين، جاء في مجتمع يعني قبلي، مجتمع عرقي، مجتمع ينظر للمرأة بالدونية، ليس لها أي قيمة، مجتمع كله زي ما حاصل الآن، يعني مجتمع قبلي ومجتمع عفوا إنه عنصري لدرجة كبيرة جدا، فيهم صفات كثيرة في الجاهلية أيضا، لكن كان فيهم صفات سيئة جدا. يعني في المجتمع مش هين أنه يأتي شخص يعني مؤيد من الله سبحانه وتعالى، ولكن في نفس الوقت أنه يغير المفاهيم كلها يعني رأسا على عقب. يعني تأتي آية تقول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يعني المرأة اللي ما كانت لها أي قيمة، لا في الكلام ولا في الميراث ولا في حق إنها تقول أنها تريد شخص معين، أنها تريد أن تتزوج شخص ما، يعني ما لها أي قيمة، ما لها أي قيمة. يعني أذكر يعني لما نزلت آية الميراث، بس مجرد إنه النساء حيرثوا وما كان في تفاصيل، يعني الصحابة يعني صاروا للرسول صلى الله عليه وسلم يمشوا يقولوا يا رسول الله النساء راح يرثوا، النساء يعني اتفزعوا، ما تخيلوا
من امرأة ليس لها أي قيمة في المجتمع، امرأة سوف ترث، سوف تكون يعني لها يعني إمكانية أنها تتمكن ماديا كمان، ماديا ترث يعني، وكانت تعمل هي، والمرأة كمان أيضا يحق لها أن تعمل، وإن كان النفقة على الرجل، لكن الإسلام لم يمنع أنه المرأة أيضا تعمل ويكون عندها دخل خاص. وكانت خديجة رضي الله عنها تاجرة، أول امرأة يعني دخلت في الإسلام وتاجرة، هي التي كانت يعني تمتلك المال، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يملك المال، هي التي كانت تمتلك العمر والتجربة، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أقل منها سنا كما تعلمون جميعا. ومع ذلك يعني كل المفاهيم هذه اللي هي الآن موجودة في مجتمعاتنا، الناس كلها تقريبا في كل المجتمعات يعني تتناحر من أجل القبلية والعصبية والجاهلية التي أنكرها الإسلام يعني، وقال لنا يعني اتركوها فإنها منتنة، يعني شيء يعني الإسلام اعتبر أن هذا شيء معفن، شيء يعني ينتن منه رائحة كريهة. نحن يعني أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالإنسانية بغض النظر عن اللون وعن البلد وعن الجنس، يعني حتى الذكر والأنثى نحن الله سبحانه وتعالى أكرمنا. أي نعم الذكر والأنثى نختلف في الفطرة، نختلف في الرغبات، نختلف في التفكير، في اختلافات زي أي اختلاف، كل شيء في اختلاف. يعني الأحجار فيها اختلاف، في حجر أسود، حجر أبيض، حجر يعني في يعني حجر كريم، حجر يعني تلمسه ناعم، حجر خشن، حجر كذا، حجر كذا، أشجار أنواع، يعني التراب أنواع، يعني كل شيء فيه تنوع. وليش حتى ما يكون في تنوع في الأشخاص؟ يعني في تنوع أيضا في الذكر والأنثى، يعني كل منا يكمل الآخر. أنا اختلافي كامرأة يعني يعطيني دافع على أنه أبحث عن الاختلاف الذي يوجد في الرجل، هو مكملي أنا وأنا أكمله. يعني النواقص اللي موجودة عنده يجدها عندي، وأنا النواقص اللي موجودة عندي أجدها عند الرجل، فأنا لا أسوى كاملة إلا برجل، وهو لا يسوى بدوني إلا إذا يعني اقترن بامرأة يعني تشبهه في أشياء كثيرة ويختلف معها أيضا في أشياء كثيرة. فهذا الاختلاف الذي جعله الله سبحانه وتعالى آية من آيات الله في كل شيء، في كل شيء، في لغاتنا، في أشكالنا، يعني مع الأسف نحن نستعمله في كثير في مجتمعاتنا، يعني أصبح نستغله للدمار، ندمر به أشخاص، ندمر به مجتمعات، ندمر به قدرات. يعني أنا ممكن يدمرني شخص لأني أنا مش من بلده. ليه؟ يعني حتى لو أنا مش من بلدك، حتى لو أنا مش من قبيلتك، تخيلوا زوجين رجل وامرأة من نفس القبيلة، ممكن نقول من قبيلة جبرتي أو من ساهو، من أوروما، من تجراي، من كذا من كذا، مجرد على أنهم مش من نفس العائلة، من نفس كذا، يعني تكلمني نساء يعني زوجها يهينها كل يوم لأنها مش من نفس قبيلته، وهم نفس اللغة، مثلا ساهو أو تجرا أو كذا أو كذا، يعني لكن هي تختلف عنه. يعني أبصر كيف؟ يعني أنا ما أفهم هذا الشيء، يعني كيف؟ يعني حتى لو كان اختلاف يعني من بلدين كمان، معلش أنا بناتي تزوجوا من بلاد مختلفة، معلش من بلد مختلف، ممكن لا يعرفوا عاداتي، لا أعرف عاداتهم، يعني ممكن في البداية يكون في مشاكل حتى نتعرف على بعض، لكن أنت من نفس البلد ومن نفس القبيلة، وكمان حتى في هذه القبيلة تدخل حتى تفرق وتهين زوجتك لأنها هي والله مش من قبيلة فلان، من قبيلة علان. ألا تتقي الله؟ يعني أخذتها بكلمة الله سبحانه وتعالى، بمواثيق الله سبحانه وتعالى، وتهينها وتسبها من أجل هذا الاختلاف البسيط الذي المفروض حتى لا يذكر يعني، لكن موجود مع الأسف. فبالتالي هؤلاء أعداء النجاح في حياتهم الزوجية، يعني هم نفسهم أعداء حياتهم، يعني التي ممكن أن تنجح لو كل واحد احترم الآخر. ما مشكلة أن نكون من بلد مختلف، لكن نحترم بعض ونكون يعني متشوقين لمعرفة بعض، لأنه حتى كل إنسان، أنا مع مثلا أخوات وإخوة من بلاد مختلفة وكذا، يعني كل يوم أتعرف على شخص، كل يوم أتعجب، أقسم بالله أتعجب. يعني في ناس أنا متابعيني من الناس المفيدين في حياتي، الذين يعني يحاولون أن أنجح أكثر،
بارك الله فيهم وجزاهم الله خير. اثنين اخوه اذكرهم، واحد يبعث لي يسجل لي في التسجيل في الواتساب، يقول لي يعني البرنامج امبارح اللي تكلمت فيه استاذه سعاد كان كذا كذا ممتاز جدا، ويا ريت تذكري لنا هكذا. يعني بارك الله فيهم وجزاهم الله خير. يعني هؤلاء يعني من وراء الكواليس يعني المبدعين، يعني لا يريد مني لا جزاء ولا شكر، يعني انا ما بياخذوا مني ولا شيء، بس فقط انهم يعني يشاركون فينا في النجاح هذا، ويحبون ان تشارك الناس ايضا. ففي شخص اخر ايضا يبعث لي مكتوبات، ويبعث لي في موضوع مثلا موضوع معين، يقول لي انه في موضوع كذا استفيدي من هذا الفيديو، استفيدي من هذا الشخص ايضا. حتى يعني يبعث لي من ديانات اخرى يعني عملوا مثلا سيرش في هذا الموضوع تستفيدي منه. هؤلاء حقيقة يعني بارك الله فيهم وجزاهم الله خير كثيرين موجودين يعني. فلماذا لا نكون هكذا؟ فلماذا لا نكون يعني بدل ما نكون هدامين يعني حسودين وحاقودين؟ أنا لن أسرد لكم الأحاديث التي تمنع أو تقول لنا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني موجودين كلكم تعرفوها. يعني سورة الحجرات تتكلم عن هذه الآداب. يعني لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. يعني ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نحن مؤمنين أكرمنا الله وأعزنا الله بالإسلام، ونرجع للجاهلية، ونحن نحمل كتاب الله في أيدينا، ونحن نحمل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أيدينا. ليه بالله عليكم؟ يعني ما هو السبب؟ يعني نجاحك نجاحي أنا، ليش ما نقول كلنا وين؟ يعني كلنا ننجح، أنت تنجح وأنا أنجح. إيش أنا أخسر بنجاح؟ يعني أنا أعرف أختي فلان يعني في منصة ما مثلا، حنان ماران مثلا في أستراليا، عندها يعني صفحة ناجحة جدا وآراء ناجحة جدا. أنا أفرح جدا لأجلها، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تنجح أكثر وأكثر وتتفوق أكثر وأكثر في كل مجال حياتها، في حياتها العلمية، في حياتها الخاصة، في حياتها الثقافية وما تقدمه. وأنا يعني أؤيدها على كل نجاحاتها يعني، وأندد بالناس الذين يهاجمونها بأفكارها. هذول الفاشلين ليس لهم إلا أن يهاجموا فقط. أنت كذا وأنت كذا، أفعلي كذا وأنت يعني ماذا تستفيدون؟ هؤلاء الفاشلين يعني أعداء النجاح من حولنا يعني. فيجب، لأنه النجاح له ضريبة، يعني الإنسان الناجح له ضريبة، له أعداء من أهله، له أعداء من أصدقائه، له أعداء من مجتمعه. يعني الأعداء حدث ولا حرج. ولكن بسم الله، امبارح في حلقة تقرينيا يقولوا لي تشربين بالشمال. أنا كم مرة شرحت لكم يا إخوة الكرام، أنا لا أشرب بالشمال، أشرب باليمين، لكن الكاميرا مقلوبة علي، فبالتالي أنتم ترون بالشمال. عملت لكم فيديو من هذا عشان أشرح لكم، لأنه أي واحد يقول لي كيف أنت تتكلم في الشريعة وتشربي بالشمال. نحن الإسلام أدبنا نأكل باليمين ونشرب باليمين وننام باليمين ونقوم باليمين، وحتى الخف نلبسه باليمين يعني، وبالأدعية. فلا يمكن أن أشرب بالشمال، هذا شمال هذا يمين. فمن باب التنويه يعني، فأصبحت أتحرج يعني أني أشرب بإيد واحدة من أجل أن لا تفهموا بالخطأ. فبالتالي هذه وصناعة النجاح. طبعا النجاح يعني له ضريبة كما قلنا، وناس كثيرين تكلموا فيه حقيقة. يعني بالعربي موجود يعني في مقالات كثيرة وفي محاضرات كثيرة، أنا ما أحتاج يعني أن أنقل لكم فيما يقال. لكن يقال أن الشجر المثمر يقذف بالحجارة دونا عن غيره من أجل ثماره، وما رمى بالحجر إلا لامتلائه بالثمار النافعة والمفيدة. أما الشجر الخاوي الخالي فلا يقذفه أحد ولا يهتم به. أن النجاح لا يأتي إلا بعمل وجد واجتهاد، فهو أمنية كل إنسان يعمل ويكدح من أجل ذلك، ويأتي محصلة الاجتهادات صغيرة تتراكم يوما عن يوم، لكنه غالبا ما يولد الأعداء من لا يستطيع اللحاق بك.
لا يملك سوى طعنك من الخلف. لكن الناجح هو من يؤمن دائما بالمقولة الشهيرة: إذا جاءتك ضربة من خلفك فاعلم تماما أنك في المقدمة. لذلك لا بد لأي إنسان ناجح أن يتحلى بأهم المهارات النجاح، وهي الصبر والقوة. الآن عرفنا أنه الناجحين لهم ضريبة، وطبعا النجاح لا يأتي إلا بتراكمات. يعني أنا مسيرتي التي أعتبرها ولله الحمد نجاح، تعلم اللغة العربية التي ليست لغتي لغة الأم، فهذا نجاح، لأنه ليست لغتي، لغة أتقنتها، أتكلم بها، أكتب بها، أفهم بها، من فضل الله سبحانه وتعالى أتعلم بها ديني، وأتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. وهذا النجاح لا يأخذني إلى الغرور أبدا، لأنه نحن دائما الإسلام يعلمنا يعني فوق ذي كل علم عليم، فوق ذي كل عالم عليم، فوق كل ذي علم عليم. يعني أنا علمي بسيط وفي ناس أعلم مني، وفي ناس أعلم مني، وفي ناس أعلم مني، وهذول يعني اللي أعلم منهم الله سبحانه وتعالى. يعني وأنتم تعلمون كما تعلمون قصة موسى عليه السلام، عندما سأله شخص يعني من أعلم، يعني هل في هناك شخص أعلم منك؟ قالوا أنا لا أعرف. يعني لم ينسب العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا طبعا يعني خطر جدا. يعني الإنسان إذا شعر يوم من الأيام أنه عنده وصل للعلم، وأنه يعلم، وأنه يعني مثلا في كثير من البلاد الإسلامية يعني بمجرد أنه حاصل على دكتوراه وماجستير وكذا خلاص يتفاخر بين الناس ويمشي والبرستيج تبعه وكذا. لا، هذا ليس في الإسلام أولا، ليس حتى في الغرب كمان. نحن يعني هنا الناس تعيش، يعني حتى العلماء وحتى السياسيين، حتى المدرسين في الجامعات، حتى المدرسين في كل مكان، يعني سبحان الله يتعاملون بتواضع عجيب جدا. تواضع يعني تواضع يتكلم عنه الإسلام لا غيره، لكن هم يطبقونه في الواقع. ونحن لا أدري من أين أتينا بهذه البرستيجات التي لا تقدم ولا تؤخر إنسان. يعني أنا درست في الأردن، وفي الجامعة كنت أرى ناس يعني جامعيين ودكاترة ومعلمين كانوا، فأنا كنت أستغرب، لأنه أنا تعلمت أيضا هنا في جامعات، وكان ناس لديهم علم غزير جدا، وأشوفهم كيف يتعاملوا مع كل الناس بمنتهى التواضع، يعني بمنتهى الاحترام. مش ليس انه انت تعلم من اكثر مني، يعني يجب ان تراني ان انا من الدونيه، انا من تحت وانت فوق. لا، الانسان يعني من تواضع لله رفعه. هذا في ديننا، لكن في واقع المسلمين هذا لا ينطبق علينا. في واقع غيرنا في الغرب او غيرهم ينطبق عليهم هذا، مما رايته انا من واقع. كنت أرى يعني مدرسين، معلمين، يعني دكاترة رحمهم الله لديهم علم غزير في الإسلام، لكن أنا حابة يعني هذا الدكتور هذا اللي أنا مادتي هو يدرسني فيها، أروح أسأله: يا دكتور أنا عندي موضوع عاوزة أناقشك، موضوع المرأة. ما تستطيع تقرب له، يعني من كتر ما عنده أنفة فوق، يعني شايف حاله ما تقدر تقرب له. يعني قليل 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 من الدكاترة التي تجدهم. بس أنا يعني بما أنه جاية من هذا البلد، وكنت يعني أتجرأ أروح في مكتباتهم أناقشهم، أحاول أقول لهم: يا دكتور يعني كيف يقول هذا الكلام الإسلام، كيف هذا الفقه. وكانوا يعني يستقبلوني بصدر رحب، بما أنه أنا لست من هذاك المجتمع، وكانوا يستغربون الأخوات، وخاصة لما كانوا يتحدثوا عن المرأة في الإسلام في الجامعة. أشوف الوقت كيف صار، سبحان الله. يعني أنا مشكلتي أني أنا مع الوقت يعني أسهب، يعني ممكن ما أوقف، يعني لازم أتعلم هذا الشيء. فكنت يعني من المواضيع اللي أنا كنت أبحث فيها موضوع المرأة. فكان في الجامعة طبعا أي دكتور، أي محاضرة تكون فيها حديث عن المرأة، سواء كانت في أي مادة الشريعة أو مواد أخرى، يأتي موضوع المرأة الكل يتكلم بموضوع باستهتار، يعني بالسخرية، يتكلموا بالسخرية عن المرأة. يعني وأنا جاية من السويد يعني وحقيقة أفتخر بأني أكون امرأة، وأفتخر أني أنا أكون امرأة مسلمة، وتعلمت أن المرأة يعني لها قيمة كبيرة جدا في المجتمع السويدي. فأنا أسمع دكتور في المحاضرة يتكلم يستهتر في المرأة، والله ما أستطيع أسكت إلا أقوم أتكلم، أقول له: اسمح لي يا دكتور، يعني مع احترامي لك، يعني كيف أنت تتكلم عن المرأة بالطريقة هذه؟ يعني مش الإسلام قال كذا كذا كذا؟
وأنت يعني مواقف كثيرة حصلت يعني. فأنا كنت في أي محاضرة تكون موجودة أحد يتكلم عن المرأة باستهزاء وباستهانة، لأنه شيء ما عادي، شيء عادي في المجتمع هناك يعني، ما حد حتى يتكلم فيه، لكن بالنسبة لي ما كان شيء عادي. فأنا كنت أقول يعني هذا لا يجوز، يعني أنت تتكلم عني، عن المرأة وعن النساء كلهم بهذا الاحتقار، وهل هذا من الإسلام ولا منك أنت؟ فشوية شوية في الجامعة أصبحوا يعرفونني، يعني كل الإخوة والطلاب، وخاصة في جامعة في كلية الشريعة. كلية الشريعة طبعا كلية كبيرة كانت، أنا في قسم أصول الشريعة وفي أصول الدين، في السنة الأولى طبعا تجمعنا كلنا أصول الدين وأصول الفقه مواد، وبعدين نفترق، يعني نحن أصول الفقه تكون مواد خاص بنا، أصول الدين أنا فقهية يعني تخصصي فقه، وأصول الدين اللي هو القرآن والحديث تخصصهم، فكانوا عندهم محاضرات خاصة فيهم. فالجامعة كلها صارت تعرفني، يقولوا كانوا ينادوني بابني، أم عبد النور، كانوا يقولوا لابني اسمه عبد النور، أو الأخت سعاد كذا. فصارت ضجة في الجامعة، يعني كلهم صاروا يلاحظوا إنه في بعض البنات في بعض النساء يعني ما عجبهم كمان، لأنه ما متعودين إنه تنتقد أنت المجتمع هذاك اللي دائما يعني يستهتر بالنساء، انه النساء ما لهم قيمه هكذا، نساء ناقصات عقل ودين هكذا. فشوي شوي سبحان الله، يعني انا 4 سنين معهم طبعا، في كل المحاضرات وين ما اروح صار انا اتكلم، في الطالبات اللي معايا في نفس الماده صاروا يعرفوني انا ايش شخصيتي وكيف افكر. فكانوا فيما بعد لما أنا ما أكون موجودة في المادة في المحاضرة، يعني إذا صار موضوع في هذا في الكلام في استهزاء بالنساء وفي بالمرأة، كانوا يجوا فيما بعد يقولوا لي أخت سعاد أم عبد النور اليوم تكلم دكتور فلان كذا، فأقول لهم أنتوا إيش عملتوا؟ طيب أنتوا ساكتوا وسمعتوا؟ يعني المفروض أنتوا تردوا، مش مواجبي أنا، أنتوا كمان واجب عليكم، لأنه الباطل مش لازم نسكت عليه ونقبله، هذا ديننا، يعني ما نقبل أي شيء يعني يستهين بنا كنساء. ف يعني يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج يعني هذا كان، لأنه أنا هذا يعني شو اسمه الباشن تبعي، يعني بالعربي إيش هو الشيء اللي أنا كنت عايشة من أجله، الشيء اللي أنا كنت أحبه، أنا عاوز أعرف هذا الشيء، هذا العلم، يعني في موضوع المرأة، موضوع الإسلام، موضوع اللغة، موضوع كذا، موضوع كذا، يعني كان يعني في كل خطواتي. ليه؟ لأنه أنا عايشة في السويد، وكانوا دائما يتساءلون عن موضوع الإسلام، لما يأتوا موضوع الإسلام يسألوا كل المواضيع يقبلوها إلا موضوع المرأة. موضوع المرأة هم الباب الوحيد الذي يضربون فيه الغربيين على الإسلام، هذا الباب اللي يضربوا فيه الإسلام، يقولوا شوفوا المرأة ما عندها حرية، المرأة ما عندها كذا، المرأة أنتم تتعاملوا معها كذا، المرأة أنتم تهينوها، المرأة ما تعرف تطلق، لأنه ما قاعدين يتكلموا من سراب، لأنه شايفين في المجتمع عندنا هنا مجتمع المسلمين تعاملهم مع المرأة واحد، وكمان هم دارسين وإكسبرتر يعرفوا المجتمع الإسلامي كيف يتعامل مع المرأة، فهم ما قاعدين يتكلموا من فراغ، ناس يتكلموا من علم ومن مجتمع أصلا هم يعني كانوا الممولين الأوائل من أجل سقوط المرأة المسلمة في المجتمع الإسلامي، من أجل أن لا تكون شيئا لها امتياز في الإسلام. ليه؟ لأنه عن طريق المرأة يهد الإسلام، يهد الأسرة المسلمة، يهد المجتمع المسلم، بيهد كل شيء. فهم مخططين أصلا، وهذا مخطط تبعهم نجح من زمان مش جديد يعني. لكن نحن المجتمع المسلم الذي قبلنا بهذا الانهزامية وبهذا الرجوع لوراء، وتركنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الإرث الكبير الذي ترك لنا عن عائشة، عن خديجة، عن حفصة، عن أم سلمة، وعن النساء المسلمات كلهم جميعا، الراويات، العالمات، المجاهدات، يعني إن شاء الله نتكلم عنهم أيضا باللغة العربية وبكل اللغات. يعني أنا ما تكلمت لسه عن المرأة، أنا يعني حتى الآن أنا ما تكلمت عن المرأة المسلمة حقيقة. أنا دائما أذكر ذكر الكرام،
لأنه كثير من الناس يعني مفهومهم لوضع المرأة لما أنت تتكلم عن المرأة يعني يكون لهم هجوم فقط. فيعني زي ما بيقولوا السويديين يعني ساكتة من سكت يقولوا باللغة السويدية. ليش؟ أنت حتى في عملك في أي شيء في نجاحك لازم تمشي خطوات بطيئة من ناجحة من ضمن. فالمجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء يعني السكير العربيد الذي كان يتفشى فيه الزنا، وحتى لما يعني حرم الخمر كان بخطوات، لما حرم الزنا يعني أشياء كثيرة حرمت بخطوات. ليش؟ لأن المجتمع لا يتغير مرة واحدة، يتغير بخطوات. فبالتالي يعني الإسلام جاء قلب كل شيء رأسا على عقب. فنحن أيضا لا نستطيع أن نغير مجتمعاتنا المريضة، المجتمعاتنا الذين أعداء النجاح أيضا، إلا برجوعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هذا النجاح في أي كان، في الحياة الزوجية، في الدراسة، في الصداقات يا جماعة الخير، حتى في الصداقات. يعني أذكر أنا صديقة مرت علي في الجامعة يعني أمثلة في كثيرة. يعني حتى ممكن ناس تغار من صداقتك لشخص معين. كانت لدي صديقة يعني مدة 3 سنوات من صديقة في نفس هي أصول الدين وأنا أصول الفقه، لكن كان من أعز صديقاتي، من أقرب صديقاتي، وأخت مثقفة. الحمد لله صارت الآن هي دكتورة يعني في الشريعة، وأنا هذا كان من ضمن أحلامي أخذ ماجستير ودكتوراه في الشريعة. قدر الله ما شاء فعل، لكن هي أصبحت دكتورة في أصول إن شاء الله يعني أستدعيها في منصة العربية، لأنها هي أخت تخصصها في أصول الدين، وتنفعنا في الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة، وفي مواضيع كثيرة بإذن الله تعالى هي. وأيضا إن شاء الله أستدعي أيضا الأخت عابدة حفيدة الشيخ الطنطاوي أيضا، التي لها نشاطات كما تعلمون عديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا تعامل معهم وندعوهم في هذه المنصات. وكذلك أختي الكريمة وأختي الفاضلة حنان ماران أيضا حيكون عندنا إن شاء الله ثنائيات في المستقبل. فهذه الأخت كانت لدينا أخت آخر أيضا تدرس في الشريعة معنا من بلد آخر أيضا، أنا أجنبية وهي أجنبية، جئنا في الأردن. فجاءت يعني بكل وقاحة، يعني بكل وقاحة تقول لي أنت مثل السمك، مثل السمك في البحر. يعني أنت في هذا المجتمع يعني ما عندك مشكلة، اللغة والناس والكونتاكت. أنا يعني عادة اجتماعية جدا، أعمل علاقات في كل الجامعة. كان عندي علاقات طيبة مع كل الناس، مع الإداريين، مع المسؤولين، مع يعني مسؤول الجامعة بارك الله فيهم، يعني كانوا يستقبلوني بحفاوة جزاهم الله خيرا. يعني حقيقة بما أنه أنا جاية من السويد وكمان مغتربة، وكنت أنا محبة جدا للعلم وللغة العربية، وكان عندي مشكلة باللغة العربية اللي هو القواعد. إن شاء الله أحكي لكم مرة ثانية. فالمهم هذه الأخت جاءت تقول لي بما أنك أنت في هذا المجتمع الأردني مثل السمك في البحر، فأنت لا تحتاجين الصديقة هذه، أنا سوف أخذها. وفعلا يعني دخلت فيما بيننا وأخذت هذه الأخت جعلتها صديقتها، وأنا تركتني. لم تحزنني هي، لأنه هي يعني أعداء النجاح التي لا يمنع أن تكون هي الثالثة. ما الذي يمنع أنها تكون صديقتها ونكون نحن الثلاثة، أو أنا وصديقته وتصادقها يعني في وقتها. لكن لا، يعني حبت أنه تخبرني أنا، يعني ماركيرا زي ما بيقول، تخبرني أنه أنت حتكون هي صديقتي وأنت أخرجي منها، بمعنى آخر أخرجي منها، أطلع من هذه الصداقة. وأنا لو صديقتي قبلت بهذا الشيء ما عندي مانع، لأنه يعني الصداقة يجب أن تكون يعني مشتركة. وأنا مش من النوع اللي أحتكر الأصدقاء ولا أحتكر أي أحد، لكن أنا وصديقتي لازم يكون عندنا خصوصية، لازم تكون تحترم وقتي، مش مجرد أن تأتي صديقة وتهملني. أنا ما أحب هذا الشيء، ما أقبل هذا الشيء. المهم هذه الصديقة مع الأسف، مع أنه لنا علاقة يعني وناقشنا في هذا الموضوع في هذه التجربة وتعلمنا منها، لكنها في هذا الوقت انجرفت معها، وأنا يعني أصبحت عندي خيبة أمل. والسنة أخيرة يعني باقي لي سنة فقط وأرجع للسويد.
كانت تجربة مؤلمة جدا، والله تجربة مؤلمة جدا، لأنه إنسان يعني تحبه وتعزه وتحترمه، يعني لما يحصل شخص آخر يعني عينك يفعل هكذا تؤلم. لكن تعلمنا من هذه التجربة، وبالعكس يعني وتواصلنا وما زلنا لدينا تواصل ولله الحمد. فهؤلاء الناس يعني متواجدين في كل حياتنا، سواء في حياتنا الزوجية وفي صداقاتنا وفي أعمالنا بيننا وبين أولادنا الذين لا يفرحون لفرح الآخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني فليحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا ديننا، أنت لازم تفرح للآخرين، نجاح الآخرين نجاحي. بناتهم تزوجوا، أولادهم تزوجوا، ما شاء الله، الله يوفقهم، الله يرزقهم الأولاد كذا هكذا. يعني أنا أولادي ما تزوجوا مثلا، الله يرزق أولادي، لأنه كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، والأرزاق تكون بيد الله سبحانه وتعالى، كل شيء بيده. حقيقة أنا ما كان عندي نية إني أطول في موضوع هذا، أو إنه اللغة العربية تكون موضوعها قصيرة. طيب، حبيت أشوف بس تعليقاتكم، ممكن اتصالاتكم أخذ ولا مرة أخرى. فهذا هو يعني كيف نتعامل معهم. أن نصبر أولا، أن نتجاهلهم، أن نزيحهم من طريقنا. يعني هؤلاء الأعداء أو الحاقدين الحاسدين دائما يتكلمون من خلفنا لأنه نحن في الأمام، فلا يهم، يعني لا نتأثر من كلامهم كثيرا أيضا، مع أنه الكلام عن كلام يفرق. ونحن ديننا علمنا، الرسول صلى الله عليه وسلم اتهم في عرضه، اتهم في عقله، اتهم في دينه، اتهم في كل شيء. قالوا عنه مجنون، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه يعني يفرق بين الناس، قالوا عنه سابق، واتهموا في عرض عائشة رضي الله عنها، وبرأه القرآن وبرأه الإسلام وبرأه الله سبحانه وتعالى. فبالتالي يعني حتى أعداء حتى هذا اليوم يتكلمون عنه. ليش؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ناجح، إنسان ناجح بمعنى الكلمة، يعني ما تحمل من النجاح، يعني ما في أنجح في هذا العالم من نجاح الرسول صلى الله عليه وسلم، قدوتنا يعني، وبتأييد من الله سبحانه وتعالى. لكن الأعداء لم يستطيعوا أن يكسروه حيا ولا ميتا. يعني إذا قلنا الفلورس، يعني احنا في بعض الناس نقول فلان عنده فلورس 100 مليون، فلان عنده فلورس كذا. طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم كم فلورس عنده؟ احسبوا أنتم، يعني احسبوا فلورس تبعه، يعني من يوم ما نزل القرآن ومن يوم ما اتبعه إلى يوم الدين، كم الفلورس تبعه؟ هذا مش نجاح؟ يعني وهو في القبر يعني كل ما نقول صلى الله عليه وسلم يأتيه يعني السلام. ونحن أيضا باتباعنا للقرآن وللرسول صلى الله عليه وسلم ناجحين، يعني من أتم النجاح في الدين، لأنه الله سبحانه وتعالى قال إن يعني أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. انتهينا، بغض النظر عن تفاصيل، لن يقبل من أحد إلا الإسلام الذي يكمن في إيمان بالقرآن، إيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، إيمان بسنته. غير كذا مش مقبول. فبالتالي أيا قيل، يعني يقال في العالم الإسلامي وفي العالم العربي وفي العالمنا نحن الآن كثير، يعني وناس حتى يعني الذين يعتبرون من العلماء يفتون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ما قال عنها الإسلام. بغض النظر، كل إنسان مسؤول عن إيمانه وعن نفسه وعن دينه. كل إنسان عليه أن يبحث عن الحق، مش عشان والله شيخ فلان وشيخ علان وكذا فلورس عنده نحن نبيع ديننا ونعطيهم ديننا ونعطيهم رقبتنا ندخل فيها النار والعياذ بالله. لا، نحن نبحث عن القرآن وعن السنة وعن الناس الذين يستطيعون أن يوصلون لهذا الحق. مش كل ما هب ودب، مش كل ما من تكلم يعني معناته عنده حق. فبالتالي هذا النجاح
يعني نجاح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني لما قال شخصية جميلة جدا عمر بن الخطاب، أنا أحبه جدا، من كل الصحابة أحبهم، لكن عمر له يعني خصوصية في نفسي لا أعرف ليه، لأنه هو يحب الحق، وأنا من الناس اللي أحب الحق، يعني ما أحب الظلم ولا أحب الالتباس الذي لا يكون فيه واضح. يعني عمر بن الخطاب سمي الفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل، يعني اللقب وحتى فاروق، يعني حتى يعني كان الشيطان يخاف منه، كان الشيطان يعني يغير طريقه لما يشوف انه عمر بن الخطاب جاي. وعمر بن الخطاب في الجاهلية، من هو في الجاهلية معروف، يعني لما يقول كلمة قالها، يعني نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. شوف، مش للعرب، لما يقول لك العرب الآن كثير من الناس لما يتكلموا يقولوا انه قديما انه العرب فعلوا كذا، العرب لا حبيبي، الإسلام ما فعلوه العرب بس، المسلمين كلهم. لما دخل بلال الحبشي، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، ومحمد العربي، ودخل البخاري، ودخل شو اسمه النووي، ودخل سيبويه، ودخل يعني كل الناس اللي كانوا من كل أطياف، يعني من كل أشكال اللي كانوا هذو، يعني حملوا الإسلام موالي، وناس كانوا موالي، كانوا خدم عند أسيادهم، أسلموا والإسلام رفعهم. يعني هذا القرآن الذي يرفع ناس ويحط ناس، هذول الأسياد اللي كانوا في قريش دخلوا في نار جهنم والعياذ بالله. يقرأ القرآن سورة المسد، تبت يد أبي لهب وتب، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، عمه ما نفع أنه يدخل الجنة، عمه أبو طالب ما نفع أنه يدخل الجنة عشان عمه، عشان من قريش، عشان عربي، لا، ما دخل هذا، رفع بالإسلام. يعني هذول الموالي كلهم اللي دخلوا في الإسلام أصبحوا علماء فيما بعد. الآن ناس تقول لك عرب وعرب وعرب، وكانوا الناس القديمين اللي عملوا عرب. نعم، نحن نحترم إن العرب كانوا متواجدين، بس لا، ليس العرب فقط، لأنه والدليل على ذلك قال عمر بن الخطاب: نحن قومنا أعزنا الله بالإسلام وإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والعرب لما استهانوا بالإسلام، لما ليس كلهم طبعا، من العرب من ترك، من استهان باللغة العربية في بلاد عربية الآن، يعني لا تتكلم فيها اللغة العربية، يعني أصبح الإنجليزي هو المفخرة، يعني ليس العربية المفخرة. يعني في ناس الآن يعني الإنجليزي يعني يتكلم إنجليزي يعني ما شاء الله لغة التحدر. لا، اللغة التحدر هو اللغة العربية، لغة القرآن، ولغة كلمة الله سبحانه وتعالى حقيقة يعني. وهم يعرفون أنه من يمتلك اللغة العربية هو الغني دائما في اللغة، لأن اللغة العربية غنية جدا. يعني أنا أتكلم التجرينية، أتذكر أنا أتكلم قبل لما بدأت يعني أحادث باللغة التجرينية تبعي كانت فقيرة جدا صراحة، كان كل نصفه بالعربي، أنا كنت أحطه بالعربي، بس شوي شوي صرت أنا يعني أتي باللغة التجرينية. وأعتقد أنه كثير من الناس لما أحبوا التجرينية كمان، أعتقد لأنها ميكس مع العربي صارت لها لون يختلف، يعني غير الذين يتكلمون التجرينية الثقيلة الدم يعني مش دائما، لكن في ناس يتكلمون التجرينية يعني حقيقة يعني اللغة هي جميلة، فأي لغة جميلة، لكن كيف أنت أيضا تقدمها يلعب دور كبير. فبالتالي اللغة العربية يعني الصومالية تجد فيها كلمات عربية، التجرينية عيني، سني، إذني، كل هذا بالعربية، أجري، رجل، يعني بطني، بطن، يعني في كثير من الكلمات. الأمحارية تجد فيها اللغة العربية، الإنجليزية فيها، يعني ما في لغة إلا يعني فيها كلمات عربية في الأصل أصلا. فبالتالي أطلت عليكم أيها الإخوة والأخوات، اسمحوا لي، مع أن أنا عندي برنامج الأمحارية والتجرينية أيضا، وسوف أترككم في هذه اللحظة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا مجالات كثيرة باللغة العربية، وأشعر أن اللغة العربية الآن صارت ركيكة، أتمنى أنه تصير أحسن وأحسن في المستقبل. جوهرة، مرحبا بك حبيبتي. في هنا متحدثين باللغة العربية جيد، فما رأيكم أنتم؟ قولوا لي رأيكم، ماشي الحال؟ اللغة العربية ماشي حالها ولا خلاص صارت تعيسة؟ قولوا لي رأيكم. طبعا الموضوع شيق وطويل، وممكن نعمل له حلقات متعددة من أجل عدم الإطالة.
وأحب تسلم يا حبيبتي، بارك الله فيك. وأحب يعني أنهي هذه يعني أنا ذكرت لكم بعض الأشياء يعني من هنا وهناك، يعني إنه الإنسان فعلا أعداء النجاح موجودين. يعني مرة أخرى سوف أذكر لكم إن شاء الله، كل واحد لو تسكر في بيته وقعد وما عمل شيء ما حتجيب سيرته، بس الإنسان الطموح. شريفة الله يسلمك، بارك الله فيك. ماشي الحل العربي أينما كنت، بارك الله فيك، الله يسعدك. يعني الإنسان الذي يعمل وفي الأمام دائما يجد أعداء. فبالتالي أيا منكم يعني عنده فكرة لا يهتم بكلام الناس فليفعلها، فليحاول حتى لو فشل مرة مرتين ثلاثة. وإن شاء الله نتكلم في المستقبل موضوع يعني الطاقات. أنا أحب أن أذكر هذه المواضيع، هي قدرات غير محدودة. الإنسان يعرف قدراته، يعرف شخصيته، من أنا وماذا أستطيع أن أفعل، وكيف أستغل قدراتي أنا. يعني قدراتي أنا غير قدراتك، يعني أنت معلوماتك غير معلوماتي، وكيف كل منا يستطيع أن يكمل الآخر. يعني كيف بازل هذا البوس اللي يقول عليه، يعني كلنا نكمل بعض. وهذا ديننا يقول لنا يعني المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ولكن كلهما خير. يعني اليد العليا خير من اليد السفلى. يعني اللي يعطي أفضل من اللي يستقبل الفلوس. الصدقة اللي يطلع الصدقة أفضل من اللي يستقبل الصدقة، لكن كلهم خير. نحن ديننا كله فيه يعني شرح برح، يعني سهل. ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، قربوا ولا تنفروا، يعني سددوا وقاربوا. هذا هو ديننا. يعني مش ناس يعني طول الوقت يعني يتكلموا هذا حرام هذا حرام، كيف تفعل كذا وكيف تقول كذا، يتفننون في انه يجعلوا كل الحياة حرام. هؤلاء من اعداء النجاح في رأيي، لانهم يفسدون صفوة الاسلام، يفسدون يعني رحمة الاسلام اللي يقول فيه الله سبحانه وتعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. هذا الدين بجماله وسلاسته ويعني وكرمه على الإنسانية وعلى كل الناس، على الحيوان، على كل شيء، رحمة للعالمين ربنا جعل. لكن هم بتفكيرهم الضيق هذا جعلوا كثير من الناس حتى يهربوا من الإسلام، حتى يخرجوا منه، حتى يشمئزوا منه. حتى كثير من الناس داخلهم يعني عاوزين الإسلام، لكن في نفس الوقت يقول أنا مسلم لكنه مش فخور بإسلامه. يعني كيف أنت تكون مؤمن ومسلم ومش فخور؟ يعني ويقول الله سبحانه وتعالى يعني إن كنتم أنتم الأعلون، يعني لا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون إن كنتم تؤمنون. يعني إذا كنت مؤمن فعلا فأنت يعني الله سبحانه وتعالى يراك أنت شيء عالي، شيء كبير، شيء جميل. الله سبحانه وتعالى يعني مهيئ لك يعني جنة فيها يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. فيها يعني سعة الدنيا وما فيها، يعني تسع الدنيا وما فيها سماوات والأرض كلها. يعني مهيئ لك ربنا هذا الجنة من أجل مين؟ من أجل الشياطين؟ لا والله، من أجل المؤمن، من أجل المسلم، من أجل الذي يكدح، من أجل الذي يتعب، من أجل الذي يسلي، يعني ما يترك الصلاة، الذي يحب الصلاة، الذي يحب الله سبحانه وتعالى، الذي يحب الرسول، الذي يحب أن تنتشر الخير بين الناس، الذي يشجع الحفاظ القرآن، الذي يشجع العاملين في أي مكان كانوا، سواء كان عامل صغير سواء كان عامل كريم. المجتمع الذي لا ينافق. إذا كان مجتمع منافق فهذا ينافي مع الإسلام، فهذا لا يمكن يحب الإسلام، فهذا لا يمكن يكون من الإيمان والنفاق لا يشتركون في قلب مؤمن، مستحيل. فيجب أن يكون فعلا هو يعني إذا يهمك نجاح الإسلام فانجح أنت، وانجح عقيدتك، انجح فكرتك، وشارك الآخرين أيضا بنجاحك وبفشلك كمان. أنا نجحت، أنا نعم. مش كل الناس بدأت، يعني ناس كثيرين، يعني مثلا نساء كثيرين ما كانوا محجبات، يعني حتى لعمر 30 لعمر 40، فجاية هي محجبة، تحجبت والتزمت، فتشوف واحدة تانية في عمر 20 مش محجبة تيجي يعني بالمسدس. ليه حبيبتي؟ أنت ناسية كيف كان تاريخك؟ انت يعني ربنا هداكي متى ما تتذكري، هذه كمان ربنا حيهديها. اصبري عليها، انتظري عليها، ادعيها للخير، وقولي ان شاء الله الله يهديها، ادعي لها. لانه مش كل واحدة محجبة الله يحبها، ومش كل واحدة مش لابسة حجاب يعني معناتها مكروهة عند الله، طالما فيها ايمان، طالما تصلي، طالما كذا.
يعني نحن يعني ما نكون جلادين وما نكون يعني هدامين، يعني أعداء النجاح، لأنه ممكن هذا الإنسان بالكلمة الطيبة يأتي إلى حظيرتك. لا، في ناس هي لابسة نقاب، لما لابسة نقاب وتشوفني أنا مش لابسة نقاب خلاص يعني هي شايفة حالها فوق، هي خلاص وصلت. في ناس والله في ناس يعني شباب مؤمنين يعني احنا يعتبرونا نحن من أهل البدعة واحنا حندخل النار وهم داخلين الجنة، يعني مسكوا الجنة في إيدهم خلاص يعني وصلوا. هكذا يقولون بألسنتهم علينا. أنا في ناس أعرفهم هكذا يقولون، ليسوا بعيدين عننا. ممكن يكونوا أخواننا، أولاد أخواننا، ممكن يكونوا أبنائنا، ممكن يكونوا أزواجنا، ممكن كذا. ليه حبيبي؟ أنت الجنة بيدك أنت؟ يعني من أي نحن أنت من متأكد ساير إن أنت والله أنا مؤمن وصلت خلاص والباقي كله في جهنم؟ لا، الإنسان أبدا. عمر بن الخطاب، من هو عمر بن الخطاب والصحابة كلهم جميعا، كان يسأل للصحابي الذي هو كان يعني يعرف سر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول له يا من هو الصحابي هذا؟ ذكروني باسمه. لا يحضرني. اللي كان يعرف المنافقين في المدينة، وكان هو يعرف أسرار الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يخبر أحد. فروح يسأل يقول له لما يشوف في المقابر، إذا شاف هذا الصحابي معناته هذا مؤمن، إذا ما شاف هذا الصحابي معناته هو من المنافقين، لأن المنافقين كان كثيرين في المدينة والقرآن خبرنا عنهم وسورة التوبة تتكلم عنهم. فعمر بن الخطاب كان يخاف. تخيل عمر، من هو عمر بقدره وجلاله، يعني المبشرين من الجنة، كان يخاف يقول أنا اسمي موجود في الليستة، موجود في الليستة، يعني في القائمة موجود أنا اسمي. كان يسأل يقول له يعني للدرجة كيف كان يخاف. وهؤلاء اللي امبارح كانوا الشباب كانوا أبصر وين ضايعين صايعين وما يعرفوا أصلا اسم الإسلام، لما يجوا هم اعتبروا لسه التاتو في أيديهم وفي أرجلهم في كل مكان، وإن اهتدوا الحمد لله ربنا هداهم، الإنسان يفرح لهم. لكن ما زالت حتى الإنسان يشوف التاتو تبعه ويتذكر كيف كان ويقول الحمد لله الذي هدانا لولا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني نحمد ونشكر الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك هو لسه ما يعرف الإسلام، ما يعرف اللغة العربية، يتهجم على ناس كانوا مؤمنين ربما 30 سنة 40 سنة في حياتهم، يقول هؤلاء يعني أهل البدعة، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا. ليش؟ لأنه وجد شيوخ يعني علموه هذا الكلام، قالوا له أنه هذا الكلام الصحيح مع الأسف. فبالتالي موجود في مجتمعاتنا كثير من هذه الأشياء، ونحن المفروض نتصدى لها ولا نقبل، لأنه هذول أعداء الإسلام وأعداء النجاح وأعداء المرأة، أعداء كذا وأعداء كذا. هؤلاء يجب أن يعني من حولنا نكنسهم، يعني نشيلهم بأدب واحترام برقي. وإذا خاطبكم الجاهلون، القرآن إيش قال لنا؟ وإذا خاطبكم الكاذبين الغيظ والعافين عن الناس، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني الإسلام يعلمك الأدب، يعلمك الصبر، غصبا عنك بدك تتعلم الصبر، غصبا عنك بدك تتعلم الأدب والاحترام حتى مع أعدائك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني حقيقة الإسلام جميل، والنجاح له ضرائب كثيرة جدا. يعني ممكن يكون أعدائك حتى أبنائك، ممكن يكون أعدائك حتى زوجك، ممكن يكون أعدائك زوجتك، أعداء يكون، لأن القرآن أخبرنا هكذا. يعني حتى أبنائكم ممكن أن يكونوا عدو لكم فاحذروهم. يعني ممكن أعداء أولادك يخرجوك عن الدين، هذول ممكن اللي يعني فلذة أكبادك اللي حبيتهم اللي ربيتهم اللي كذا وأعطيتهم كل شيء في حياتك، ممكن يفتنوك بحيث إنك ممكن تخرج عن دينك. هكذا ربنا قال لنا، فنحذر. نحن كل واحد يعني ينقذ نفسه، نفسي ثم نفسي ثم نفسي، لأن يوم القيامة كما قال لنا ربنا في كتابه في سورة عبسة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول نفسي نفسي. ابني يجي يقول لي يا أمي حسنة، أقول له معلش يا أبي، يا ابني سامحني أنا آسف جدا، يا ريتك يعني أخذت رضايا وإنت حي، لكن الآن أنا محتاجة لحسنة ما أقدر أعطيك. وأنا أقول لي يا ابني محتاجة حسنة، يقول لي يا أمي في الدنيا ممكن كنت أعملك بس الآن آسف ما أقدر أعطيك. فكلها أعمال. يعني يجب أن نفكر قبل أن نقول،
أن نفكر قبل أن نفعل، أن نفكر قبل أن نردم الناس، أن نتكلم في أعراضهم، في شرفهم، ونقتاب ونهد ونقول كذا. اللسان ما أسهله، يسهل جدا يتكلم على كيفه يتكلم، لكن هذا اللسان هو اللي أكثر الناس يدخل فيه نار جهنم والعياذ بالله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يعني إذا دمنتم لي اثنين دمنت لكم الجنة. قال يعني ما بين فكيك اللي هو اللسان، وما بين فخذيك اللي هو العورة، عورة الرجل عورة المرأة. يعني ما تعمل زنا، ما تعمل زنا، لا ترى ولا تسمع ولا توقع في الزنا الكبيرة. إذا أنتم دمنتوا لي هذول الاثنين دمنت لكم الجنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأكثر الناس مشكلتهم هذه، النساء باللسان والرجال بالزنا، الكل رايح في نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ستكون لنا حلقات بإذن الله تعالى باللغة العربية. إن أعجبتكم الحلقة فشيروها كما يقولون. والمشاركين في يوتيوب أنا أفكر، ما أعرف إذا حجعل يوتيوب قناة لحالها باللغة العربية وقناة الأمحرية باللغة لحالها، لأن التجرينية كثيرة جدا. ما أعرف إذا عندكم آراء أفيدوني بأفكاركم. هل أدعه مع الموجود في قناتي أستاذة سعاد؟ يا ريت تفيدوني بأفكار إذا عندكم أشخاص عندكم أفكار في هذا. وأنا مبسوطة جدا بما أني اللغة العربية هي لغتي المفضلة. فسوف ندخل ربما نصف ساعة التجرينية ونصف ساعة الأمحرية، لأنه ناس طالبت جدا. فأنا حبيت أتوفق اليوم لأنه عندي أيضا موعد. حابة لأنه العربي طبعا في كثير من الناس أيضا سواء ناطقين بالتجرينية أو غيره تصلهم. فأرجوكم، أنا ما عندي قنوات أو جروبات عربية أو جروبات أمحرية، رجاء شيروها أنتم الناطقين بالعربية والناطقين بالأمحرية اللي عملوا بالأمحرية. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا جميعا، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن يكون لكم أيضا بالسويدي يقولوا انسبريشن. يعني انسبريشن بمعنى أنا أعطيكم، حابة أعطيكم إيش بالعربي يقولوا لي، يعني أعطيكم قولوا لي يا جماعة، اكتبوا لي الانسبراشون. انسبراشون لما أحد يعطيك أفكار. يا جماعة اكتبوا الانسبراشون بالعربي، إيش هو الانسبراشون؟ ألهمكم. نعم، يعني إني أنا ألهم من هو في هذا المجال، سواء في العمل وسواء في يعني المرأة التي دائما يحطمها المجتمع. ألهمها إنه أنت امرأة قوية، تستطيع أن تكوني قوية بدينك، بمجتمعك، بكل شيء. لا تقبلي أن تكوني أحد يستهين فيك. ليش؟ يعني ربنا كرمك، ولقد كرمنا بني آدم، قال الله سبحانه وتعالى. كرم المرأة وكرم الرجل، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. ليش نحن ما نفتخر؟ نحن نفتخر ونعتز بجنسنا كنساء، لكن لا نقبل الظلم، لا نقبل الاستهانة. يجب أن نغير هذا الاستهانة بقال الله وبقال الرسول، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم. الله سبحانه وتعالى يعني احترم الرجل واحترم المرأة. فبالتالي أنا أحب أنه من تجربتي اللي أتكلم معكم إلهام. نعم أختي فاطمة بارك الله فيك، أنا أحيي أختي فاطمة سليمان جزاك الله خير، من المشجعات جدا، ومن الذين تدعو للمجتمع في مصر، تدعو الناس. انه حاب اذكر لها ايضا، وحنذكر كل الافكار اللي عاوزه تطرح اخت فاطمه. مثلا موضوع الشباب الذين في مصر او في السعوديه او في غيره، الشباب الاريتري او الاثيوبيا كلهم في المهجر وينتظرون الخروج الى اوروبا ولا يتزوجون. هؤلاء سوف اعمل لهم حلقه باذن الله تعالى، الا تضيعوا اعماركم واوقاتكم ونجاحاتكم هباء منثورا، لأنه ما تعرف الخير فين. أنا قلت لكم على تجربة الأردن. أنا لو أحد الآن يدعوني أني أنا أترك السويد كلها وأعيش في الأردن، ويتثنى لي إنه أعيش من هناك، والله ما يعني ما إيش اسمه، ما ترددت ولا لحظة، لأنه فيها كل الإمكانية أني أسكن فيها، وأرض الرباط قريبة إلى فلسطين وقريبة إلى أشياء كثيرة. لم أتردد، لأن أوروبا أنا عشت 35 سنة أوروبا، لكن ال4 سنين اللي عشتها في الأردن هي من أجمل أيام في حياتي.
فأنتوا عايشين في مصر يا شباب، وعايشين في كذا وعايشين في كذا، وتضيعوا أوقاتهم تقولوا نحن عاوزين نطلع لفرنسا ولألمانيا وللسويد ولأمريكا ولكذا، وتتركوا كل المجالات اللي موجودة في البلاد اللي يمكن الاستفادة منها. ما أقول البلاد اللي ما تستطيعوا تعيشوا فيها، مثلا في ناس مجبرة أنها تترك هذا البلد يعني اضطرارية، وهي عاوزة تعيش في البلد الإسلامي وفي البلد العربي. لكن في ناس كثيرين عندكم الإقامة الآن في مصر، يعني مصر أم الدنيا يا جماعة، فيها كل الإمكانية أنك تعيش فيها وتتعلم فيها وتدرس فيها وتكون. الآن العمل عن طريق النت اللي أصبح شيء عادي، استفيدوا منها، اتزوجوا. الشابات اللي موجودات الآن، أنت مستنية واحد يجي لك من السويد يطين عيشتك هنا كمان ممكن في السويد، ويجيبك هنا ويتحكم فيك. مش ايش دامنا انه هذا الشاب اللي حياخذك من السويد ولا من المانيا ولا شاب كويس، وممكن يكون معاك شاب ما شاء الله متدين يعرف ربه يخاف ربه، يعني من بلدك او من بلد اخر او من مصر او كذا. ليش ما تتزوجي وتخلفي، ويعني ويكون هذا الاولاد عندهم مجال حتى يعيشوا في البلاد هذه قبل ما يجوا في اوروبا. فيما بعدين انتم مع بعض اذا عاوزين تهاجروا هاجروا الى اي بلد انتم شئتم، لكن ما تستهينوا بالنعمه اللي انتم موجوده فيها. انا لو امكنني اعيش الان في اثيوبيا واترك السويد كلها والله لن اتردد، لانه في امكانيات كثيره جدا هناك في بلادنا ايضا. لكن المشكله يجب ان يكون لك مصدر معيشه ما تحتاج في احد. انا هذا دائما الذي يقيدني، لانه انا ما احب اكون تحت رحمه احد ابدا، تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، وأعيش بكدي وتعبي، لأن أنا عاوزة أكون حرة، لا يتحكم في أحد، ولا حتى رجل، ولا حتى ابني، ولا أي أحد. ولذلك يعني استفيدوا من الأماكن اللي أنتم موجودين فيها، استفيدوا من الإمكانيات اللي عندكم، يعني ما تهدروها، لأنه الوقت أنا موجودة وبكرة ماني موجودة. يعني ساعتك يومك هو حياتك. يعني انت عايش تقول بعد سنة بعد 10 حيجيني واحد يتزوجني، انت ايش يضمن لك انك حتعيشي لهذا اليوم؟ ممكن تموتي وما يحصل هذا الشيء. فليش تضيع وقتك وعمرك؟ ممكن مع شاب تخرجي تتزوجي في مصر، تطلعوا معه على النيل وتتمشوا مع بعض تقصدروا يعني تاكلوا الفستق والفل والايس كريم على النيل. انا لو يرجع بي العمر والزمن يعني انا كنت هعمل كذا. فاستفيدوا. يعني فاطمة سليمان بارك الله فيك وجزاك الله خير، يعني الملهمة أيضا هذه الأخت، واللي تشجع أن هي أيضا يتزوجوا الشباب، وكثير من الأخوات والنساء الذين أصبحوا ضدها، يعني أقول لهم اتقوا الله من هذا المنبر. هي تدعو للخير، أخت فاطمة تدعو للخير وتقول الأخوات يتزوجوا ما يضيعوا وقتهم، بالعكس، وانت اكملي وجاهدي، وانت احتسبي اجرك عند الله سبحانه وتعالى، وعملك احتسبيه عند الله سبحانه وتعالى، وسوف ترين سوف ياتي الخير كثير. والشباب الذين عملوا هذا الشيء اللي اخبرتيني عنهم، الشباب اللي 2 أو 3 نجحوا، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمعكم على الخير، ونسمع عنكم كل خير، وان شاء الله تكونوا انتم امثله مشرفه جدا في المجتمعات التي تطلب الحلال وتتزوج مع أخته من بلده. يعني لا يقبل الزنا، لا يقبل الحرام، لا يقبل التسكع في الشوارع، والتسكع عن طريق الفيسبوك والكذا والكذا، لا يقبلوا. هذول ناس شرفاء، يعني يحب التعفف، يعني يحب الحلال، يحب الزواج، يتزوج ويعيش مع أخته. فشلت معلش تجربة أخرى، لو ما فشلت ولله الحمد والمنة. يعني حتى في الفشل تعلم، يعني لا تقولي انه انا لو ما عملت كذا ممكن حننفصل. يعني موجود التفكير الاساسي من البدايه خطا، لانه نحن ما نعرف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل. فبالتالي هذا هو برنامجنا لليوم. جزاكم الله وبارك الله فيكم. سبحان اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. رجاء شيروا لكل الجروبات خاصه العربيه. وبارك الله فيكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ننسى بعد بالدعاء الطيب لبعدنا بعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج الأمة من الكرب، من الوباء، من الصعوبات، والناس كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرجنا ويفرجهم جميعا. اللهم آمين، اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.